ازيكم يا شباب؟ عاملين النهارده تاني فيديو لينا في مقارنه بين براندات اسكندريه. والنهارده المقارنه شويه هتكون صعبه لان براندين منزلين تقطيع في بعض. ده هيبقى بلبن وكنافه وبسبوسه، كل واحد منهم عمل حاجه كده شياكه قوي. بلبن عمل حاجه اسمها كشري حلو وعمل منها اطعمه كتير، احنا جربنا النهارده نجرب طعم منهم. وكنافه وبسبوسه طبعا مش هيسكت فاضطر يرد عليه، بس رد عليه باسم منتج غريب شويه. خلينا نشوف كده اسم المنتج ايه مع بعض عشان انا اهو ده اسم المنتج مع بعض. هو كاتبين ان هو بسبوس اوريو نوتيلا. خلينا نشوف مع بعض المقارنه ونعرف مع بعض. دول المنتجين بتوعنا، لبن كنافه وبسبوسه، هنجربهم ونعرف ايه الفرق بينهم ومين احسن. هنعرف دلوقتي مع بعض. العلبه بتاعت دي كنافه وبسبوسه، هم مسمين المنتج على العلبه بسبوس السعاده، هنجربه لوحده. وده طبعا الكشري بتاع لبن، انا مش عارف شكل العبوه عامل كده ليه. هو مش مني انا، لا انا جاي بيها ما كانتش كده خالص. فانا شايف ان العلبه مش احسن حاجه، بس يعني اكيد مش هي ديت اللي هتبقى المشكله. هي طبعا بغض النظر ان هي المفروض تبقى اشيك من كده، بس خلينا نجرب المحتوى نفسه. اوكي، يلا بينا نجربهم مع بعض واحد واحد. هنجرب الاول الحته اللي بتبقى على شكل الكون دي، عارفينها؟ اوكي. هما ايه طبعا قايلين ان هو، بصوا ده شكل العلبه مع بعض. قايلين ان هو ده طبقة كنافة وعليها كريمة وعليها عسل وعليها اوريو وعليها جلاش محمص وعليها بسبوسة. فطبعا احنا هنشوفها بقى مع بعض دلوقتي نجربوها هنشوفوا ايه. انا هي الكنافة كتير جدا، يعني هي وقعت هنا. الكنافة كتير جدا، وانا شايف ان يعني الكريمة مش واضحة قوي، او ممكن اكون انا ما قلبتش. لا هو فعلا الكريمة مش واضحة قوي. اوكي، بس احنا جبنا حتة كده اهي، نجربوها مع بعض. بسم الله. طعمه حلو جدا، سكرها مظبوط قوي، النوتيلا الشوكولاته اللي فيها طعمها لذيذ، برضو البسبوسه اللي فيها عطيها طعم كده ان هي معموله بسمنه بلدي، فمديه الطعم، مخليه الطعم رايح في حته تانية كده لوحده. الاوريو حاسس ان هو فريش بيقرمش. طبعا قدرت كويس افصل ما بين طعم الاوريو وطعم الجلاش ان هو القرمشه بتاعته. بس انا عندي تعليق صغير ان الكريمه او القشطه اللي عليها قليله جدا، تكاد تكون مش موجوده. يعني انا شايف ان هي مفيش مش باينه بشكل واضح، وطعمها مش واضح قوي الكريمه. طيب انا شايف ان ده مشكلته الوحيده ان هو الكريمه فيه قليله، وشايف ان اعتقد لو كانت الكريمه كانت بهتأذي شويه كان الموضوع اختلف. بس اوكي، يعني انا تجربه كويسه، بس مع تريكات الكريمه دي الموضوع هيختلف. وده بلبن، هنجربه بقى مع بعض. بس قبل ما افتحه اصلا هو باين ان الكريمه كتير جدا، هنشوف بقى مع بعض جوه. هو بصوا الطبق ده انا حاسس ان هو مخدوم قوي. هو بالمناسبه هما الاثنين نفس السعر، يعني هقول لكم في اخر الفيديو السعرين بتوعهم كام. انا شايف ان ده مخدوم اكتر والفرق بينهم واضح قوي. طبعا الطعم هو اللي بيحكم ما بيننا. معلقته صغيره شويه بس انا شايف ان هي مناسبه اكتر من دي طريه قوي، دي كانت قويه. فهنجرب دلوقتي. طعم الكريمه كتير جدا، هيبان بقى نشوف الطعم. بصوا الكنافه كتير، هو انا يعني انا حابب اوريكم. بصوا كده الكريمه كتير جدا باينه قوي، والشوكولاته اكتر تقريبا، بس الطعم هو اللي هيحكمنا بقى نشوفه. الكريمه كتير كانت تحت كتير. اوكي نجرب بقى. بسم الله. طعم الكريمه ممتاز جدا،
مديه طعم لكل حاجه. بس احنا المعلقه اللي فاتت ما كانش فيها شوكولاته قوي، فخلينا نجرب حته فيها شوكولاته عشان نقدر نحكم على الشوكولاته مع الاوريو. شوكولاته الاوريو طبعا مش محتاج اقول لكم ان الكلمه باينه جدا. دي شوكولاته اهي كده، المعلقه دي فيها كريمه وشوكولاته بلبن. تفوق ملحوظ جدا في الكريمه والشوكولاته. تقريبا الكنافه نفس القرمشه هي والجلاش، لكن لا، الكريمه ادت وضع مختلف خالص للطعم، وظبطت طعم الحلاوه، يعني خلت الحاجه اللي حلوه زياده مظبوط طعمها سيكه كده. لا بس انا طبعا لو انا قررت هختار بلبن. كشري حلو، ده منتج ممتاز جدا مقارنه بسعره. انا شايف ان سعره برضو كويس. هو بالمناسبه السعر بتاع بسبوس بتاع كنافه وبسبوسه عامل 45 جنيه، وكشري بردك كشري بلبن بردك عامل 45 جنيه. لكن انا لو انا قررت اختار فهختار بلبن. وبكده نكون وصلنا لاخر حاجه في الفيديو بتاعنا. خلونا بقى ايه، نبقى نجرب منتجات تانية مع بعض، واللي حابب يجرب اي حاجه في اسكندريه يقول لنا تحت في الكومنتات، وعايزين نعرفوا ارائكم في الفيديو. سلام.